ها انت غادي تبان. ايوا السلام سي ياسين، مرحبا بك معنا، شرفتينا. الله آه، يحفظك. شكرا. شكرا على قبول الدعوة. الصراحة ما كاينش شي موضوع بارتيكولي زعما محدد اليوم، قلنا غير نهضروا نشدو الستون نضحكوا نناقشوا كل شيء مع هاد الشاط الجميل اللي كيكون معنا. نبداو بشي تقديم ديال شكون انت، شنو كدير، شنو سميتك. كما قلت لكم الدراري، انا ياسين الشرقاوي، لاشين ديالي غتلقاوها بالسميه ديالي. المواضيع اللي كندير نقدر نسميها مواضيع، ماشي نقدر نسميها هي مواضيع زعما طابع علمي، ولكن بحال تقولوا السؤال ولا الحلقه اللي كندير كتكون جايه من شي فضول عندي انا، ولا شي سؤال داخلي عندي انا. هذاك الشيء علاش معني صراحه درت شي حلقه وسولت الناس عندي في انستغرام ولا كذا، شنو الموضوع اللي بغيتو ندويو عليه المره الجايه. دونك امم بحال قلتي الخواطر ديالي نقدر نقولوا بين قوسين، ولا القراءات ديالي انا كنبغيها تمثل في لاشين ديالي. هادشي اللي كاين. كنت كنعرف ياسين شحال هادي، حيت انت دابا من شحال هادي وانت كدير فيديوهات. تسمع انا الدراري من اول الناس بقى عاق على اول ميساج كنصيفطوا ليا في واحد الفيديو درته على الموسيقى. كان صيفط ليا وقال لي شوف الفيديو ديالك عجبني كذا كذا، فيه واحد الغلط فلان فلاني، كون ما كانش هذا الغلط كون حطيته عندي. وهذيك قضيه مهمه بزاف. قبيح آه، انا. لا لا، داك الكريتيك مزيان بزاف. صافي، حيت هو باش كديفلوب بشويه بشويه. مثلا ماشي جا عندي في كومونتير وقال لي اش كتخربيق اش كدير بعد على هادشي، فهمتي؟ هذا هو الفرق. لا وصافي، بصح. شي جوج ولا ثلاثه المرات كنحطني عنده في الفيسبوك ديالو كان. وهاد القضيه عاونت بزاف، انا اعتماد تبارك الله عنده فولورز. شكرا. وصراحة بصح زعما فريمون كيعجبني المواضيع اللي كتهضر عليهم. كنظن بان حاجة أخرى أنك تبعد شوية من باقي المواضيع ديال القنوات العلمية، حيت فيها واحد الطابع ديال السيكولوجية عموما. دونك ما كاينينش بزاف ديال القنوات كيتناولوا وديال المسائل العلمية من وجهة النظر هذه. وهذه صراحة شي حاجة اللي زعما كتميز هاد لاشين هادي على باقي القنوات. دابا منين نزلنا التقديم، بديت نهضروا في مواضيع، كاين بزاف ديال مواضيع، شخصيات، أسئلة نقدروا نهضروا فيهم. أنا عندي لك واحد السؤال نبداو به يمكن، حيت ديما كتكون في كل لحظة من الحياة كتكون عندك شي أفكار. وهذا شنو شي فكرة اللي حاليا ولا مؤخرا اكتشفتيها ولا كتسائلها، واللي نقولوا يا اما لا مازال لاصقه لك في دماغك، ولا مازال باهراك، ولا مازال ما عندكش وجهة نظر 100% عليها، ولا فهمتيها وما كنتيش فاهمها وبهاتك مؤخرا. هي صراحه ماشي مؤخرا، ولكن بحال تقول كل خطا كتبقى تبروفي ليا راسها. هي احنا ولا انا ومن بين بزاف ديال الناس، حقاش من الصغر حنا كنعطيونا دوك الامثله ديال المدرسه ديال من جد وجد من زرع حصد. سو بحال قلتي كتبقى هذيك الفكره مانستاليه عندنا في الدماغ، وملي كنكبروا كيوقع العكس بحال كتشوكا. مهم. كتولي غضبان. انا فهمتي زرعت وما حصدتش، علاش؟ ماشي مم. ديما كتوقع اوف كورس، ولكن ماشي ديما كتوقع. وكيعجبني واحد البودكاست سميتو ذا هيدن برين، وبالصدفه واحد الصباح كنت غادي في الطريق كيف ما ديما، وخدمت الحلقه كان مع كانامن. كنا كيدويو على داك الكتاب الاخر ديالو ديال النويز. وديك الحلقه قوت ما عجباتني. انا نورمالمون كنصاد الحلقه ما كنعرفش فاش يقرا الكتاب كامل، ولكن هذيك الحلقه بالضبط ديال كانامن مشيت وتريشارجي الكتاب وقريته ديال النويز. مهم. ودرت عليه حلقه باي ذا واي. عرفتي، ودوك الافكار اللي فيه فريمون صدموني، ولكن ماشي صدموني ديك القضيه ديال انهم نكرتهم. عرفتي، مع صدموني مع اكسبتيتهم. كنت حاسب بلي كاين شي حاجه ماشي تلعب. سو مني واللي عجبني في الكتاب بزاف انه ماشي غير كيدوي، وانما كيعطيك الداتا. عطى امثله في القضاء ديال كانوا كيجيبوا قضاة مثلا في امريكا وكذا، وكيعطيوهم نفس القضيه كيف ما هي، كاع لي ديتاي، قضيه افتراضيه اوف كورس، ولكن نفسها. او كيوصلوا انه ما كانش اجماع مثلا بين 50 قاضي حول هذه القضيه، رغم انها نفس القضيه. هذا مثال. كانوا امثله اخرى في الطب، في القرايه، في شحال من حاجه. سو حسيت باللي كاينه واحد شويه ديال، بديت كنشوف بلي كاينه واحد شويه ديال الكياس، واحد الفوضى.
وباللي الحظ عامل مهم في هذه الفوضى. يعني هذوك القضاة اللي مثلا واحد غيعطيك 20 عام، واحد غيعطيك 50 عام، واحد غيعطيك 5 سنين، واحد 10 سنين، واحد العامل كبير ديال الحظ الى قاضي غتجي عنده نتايا، الى واحد من هادو، وشنو ضمنك انت الى واحد غتجي عنده؟ فهمتيني؟ هاد الفكره هذه كاينه بزاف ديال وجهات النظر. يلا البارح كنهضر مع الضيف ستيم وهضرت لهم على واحد العالم ديال السوسيولوجيا فرنساوي بيير بورديو، وهذه غتكون كتعرفوا غالبا. وكتب بزاف ديال الكتوبه، منهم مثلا لا دوميناسيون ماسكولين، لا ريبرودكسيون. وهو هضر خصوصا على جوج ديال المواضيع المهمه، واحد منهم هي جوستومون المكانه ديال الرجل في المجتمع، واللي كنظن بانه واحده من شي حاجه مهمه واللي تقدر تبدل الرؤيه ديال بعض الناس، خصوصا دابا مع داك الشيء اللي نايض ديال توب جي واللعيبات. وكتب كتوبه عاوتاني على موضوع واحد اخر اللي هو بحال نقدروا نقولوا عدم التوازن في المجتمع ولا الحقائق، وخصوصا الفكره ديال كيفاش ان كاينه عوامل خارجيه اللي كتخليك تعطي الشخص المكانه ديالو في المجتمع، وعوامل اللي ربما تقدر ما تحصاهاش غير في الفلوس. هو تسميهم رأسماليه، اون دير كاينه رأسماليه الاقتصاديه، ولكن كاينه رأسماليات واحده اخرين ديال فين كباتي، شكون باك، الناس اللي كتعرف، والديك واش كانوا قاريين ولا لا. جميع هاد العوامل اللي ما كنتحكموش فيها واللي كتخليك انك اما كتبدا كتمشي بطريق مزيان وما كتمشيش بطريق مزيان. بصح متفق معك، وهذه الفكره انا ما قريتش الكتاب هذا ديال كانمان بالضبط هذا النويز. ما هذه الفكره هذه كتعاود حيت بزاف الناس ما كيبغيوش يتقبلوها، وكنظن انت ماشي واحد منهم، ولكن بقاش ما كنجبدها كنسمع شويه الهضره. جو بونس حيت الناس الا بحال قلتي الا اعترفوا باللي كاين شويه الحظ في داكشي اللي وصلوا ليه، بحال زعما هادشي كينقص من القيمه ديال داكشي اللي وصلوا ليه. وانا ما كنشوفش هاد القضيه انه كينقص من القيمه، عادي، حقاش كاع الناس عندهم العامل ديال الحظ، ماشي غير انت. عاوتاني كاين واحد النسبه اخرى مهمه ديال انت شنو كدير، بيان سور الكونسيستنسي ديالك، الخدمه ديالك، كما قلتي نتايا كتضحي بشي حوايج اللي كيعجبوك، حيت ماشي اي حاجه كتعجبك غادي تمشي فيها مزيان، والناس كيخلطوا بين داكشي اللي كيعجبك وبين الحاجه السهله. وبحال عرفتي واحد القضيه كتبان لي بحال هادشي صعيب الواحد انه يعرفو كامل واش صحيح ولا ماشي صحيح، حيت عمر شي واحد غادي يرجع من الموت ولا كذا ويقول لك شوف ها شنو من بعد ما مات، ها شنو اكتشفت، الحياه كيفاش خصها تعاش، واحد جوج ثلاثه. زعما ما كاينش شي حاجه سحريه غادي دار اندومي طق شويه المسخون وصافي. بحال قلتي ديك الفكره ديال العالم الموازي، ديال دوك القرارات الصغيره اللي كتاخذ في حياتك. انا نعطيك مثال، انا مثلا فاش خديت الباك كنت بيسي، كنت فيزيك، و بسبب لورينتاسيون بيان سور انا كنشوف بلي ما كنتحملش المسؤوليه ديال لورينتاسيون الخاطئه، حقاش انا عندي 17 عام ديك الساعه ما فاهم والو. بسبب لورينتاسيون مثلا درت ايكونومي، و عرفتي انا ماشي انسان ديال داكشي نهائيا اساسا. وكنت الافريج في الكلاس، زعما في القرايه مثلا كنت عارف راسي انه ما غاديش نمشي في داكشي مزيان. تخيل انا كنت في ليكونومي وكنت كنرجع كنبقى ديك الساعه بيان سور لي لونغ ضعاف بزاف، كنبقى نقلب في دوك لي كونسيبت ديال علم النفس بالعربيه، وفيما كنطيح في دوك لي كوتش، حيت هما اللي معمرين الانترنيت ومعمرين يوتيوب ديك الساعه، ما كاينش شي واحد فريمون كيشرح داك الشيء بطريقه سيونتيفيك. اند ملي ساليت عاد باش عاودت من الاول الباركور ديالي ومشيت عاودت من الاول درت بسيكولوجي. عاودت من البروميير اني بسيكولوجي. ملي خديت لا ليسونس بسيكولوجي انا مدوزت سنين في لافاك. كون من الاول مثلا كانت لورينتاسيون مزيانه وكلشي هو هذاك، كون عوض ديك السنين اللي ناخذ فيها ليسونس كوني واخد بالحساب غنكون بروميير اني في الدكتوراه، فرق كبير. هي ديما كيبقى فيك الحال على شي حوايج ذاتها هكا وذاتها هكا، ولكن ربما هذا هو الاساس ديال الفلسفه اي واقعيه، هي انك ما الحاجه اللي ما كتحكمش فيها ما خاصش يبقى فيك الحال عليها. وهذه شي حاجه اللي ما كتحكمش فيها، وهو شيء زعما كيبان لي ماشي غير صعب، شبه مستحيل انك ما تبقاش فيك الحال، حيت بعض المرات حوايج ما كتحكمش فيهم تيكون عندهم تاثير كبير على الحياه كامله. ولكن كما قال شي واحد في الشاطئ، واخا تكون انت عارف هذه القضيه هذه ما عندك ما دير ضدها، ما طالما مازال ما تصاوباتش اله ديال الصفا عبر الزمان، كيمكن لك غير تحكم ولا تحاول انك
توجه المستقبل ديالك في الحوايج اللي انت كتحكم فيهم. اوف كورس. المهم هاد القضيه علاش زعما دويت عليها، حيت كتحضر ديك الفكره اللي دوينا عليها في البدايه ديال كتحضها ديال انه من جد وجد من زرع حصد، وان الحظ ما داخلش في المعادله. كنظن بانه زعما خليط ديالهم بجوج. كما مقولة مشهورة ديال ماركوس أوريليوس ديال النجاح هو عندما يلتقي الحظ والاستعداد. إذا ما كنتيش موجد ما غاديش تنجح، ولا ما كانش عندك الزهر ما غاديش تنجح. خاصك تجي في ديك الملتقى ديال ديك اللحظة اللي كيكون فيها جوج ديال الحوايج اللي هما اساسيين كيتلاقاو في واحد الوقيته. وباش انك تجي في هذيك اللحظه خصك تكون فات ديما مستعد، حيت اللي ما كتحكمش فيه هو الزهد. دونك الاستعداد هو اللي كتحكم فيه. اذا كنتي ديما مستعد راك مستعد فوقاش ما جاك الزهد، ولكن اذا ما كنتيش مستعد يقدر يجيك الزهد في واحد اللحظات، ولكن ما غاديش تلقى فيهم الشرط الاول ديال الاستعداد. انا هكذا غاديش كنشوفها. تستافد منه. و صراحة مهم هاد الفكرة هذه أنا متفق معك أنها صعيب أنك تقبلها. كاينه واحد الحاجة اللي في نظري تقدر ديرها، وهذه حيت شي واحد عاوتاني هذيك السؤال اللي قال لك زعما حنا عرفنا هاد الفكرة فاش غتفيدنا، ما إذا كان الزهرة ما غنقدر ندير والو. كاين حاجة اللي تقدر ديرها وهي بالنسبة للحوايج اللي جايين تحاول تفكر في شنو، تحاول تعصب على شنو كتحكم فيه وما تعصبش على شنو ما كتحكمش فيه باش أنك تكون واجد. فمثلا انت كتقول التوجيه ولا القرايه ولا دابا الباركور ديالك ديال بسيكولوجي، بيان سور ما تقدرش تتحكم في السنوات اللي مشاو، ولكن تقدر تتحكم في السنوات اللي جايين. وبالنسبه للحوايج اللي فاتوا هو الانتروسبكشن، معناتها تحاول في نظري تحاول تحط في هذيك الحاجه اللي وقعات شنو كان عامل الحظ وشنو كان عامل اللي يمكن لك تتحكم فيه. حيت نقدو بعض المرات نقولوا ان شي حاجه كانت عامل حظ بينما هي ما كانتش عامل حظ، ونقدو نقولوا بان شي حاجه كانت عامل كنتحكموا فيه بينما هو ما كانش عامل كنتحكموا فيه. فهمتي؟ دونك في نظري خاص شويه واحد المجهود باش انك تفضق هادي. دازت مثلا شي امتحان، تحطات مشيتي الامتحان، عطي مثال بعيد، مشيتي الامتحان وكنتي حافظ 90% الداس، ولكن تحط الامتحان في داك 10% اللي ما كنتيش حافظ ولا ما كنتيش فاهم، وتقدر تقول بان هذا حظ، ولكن في الحقيقه ماشي حظ، حيت كون حفظتي 100% ما كنتيش غادي تخلي البلاصه لذاك الحظ انه يوقع. تقدر مثلا كنتي كتلعب كره، شي واحد كان تيلعب كره وتيتعيني وواحد النهار هو يتهاس مع رجليه وما بقاش قاد يلعب، ويقدر يقول وهذه بحال هكا تقدر تقول بانها حظ الا كان بصح جا ضابو شي واحد ما داريها والو. ولكن الا كان عاوتاني داك الشخص ديما تيلعب قاصح وديما كيمشي كيلعب بواحد الطريقه اللي كتخلي انه معرض للتهاس، فانه عاجلا ام اجلا كان غادي يتهدس. دونك بيتيتر في هذيك اللحظه جا سوء الحظ انه تهدس، ولكن الطريقه باش كيلعب كانت مخليه انه غادي يتهدس. دونك حتى في نفس اكزاكتومون نفس لا سيتوياسيون تقدر تكون حظ تقدر تكون ماشي حظ، وخدمتك نتايا كشخص انك تحاول تفكر واش كان هذا حظ ولا واش كان من عامل خطأ ديالي، باش في المستقبل ما نعاودوش نديرو نفس الاخطاء. فهمتك، اتفق معك. وبالنسبه لك ما عرفتش واش كاين شي سؤال في الشاط على هذه القضيه هذه قبل ما ندوزو شي حاجه اخرى، ولا واش بغيتي تزيد شي لعيبه شي ملاحظه واحده اخرى على هذه القضيه هذه؟ هاد القضيه اللي دويتي عليها نتايا ديال كدير شي حاجه لقدام ملي كتعرف هاد الحوايج. مثلا في الكتاب كندوي على المثال ديال الطب، انه مثلا في شي حالات سواء في داكشي النفسي ولا فيزيولوجي حتى هو، فاش كيعطيو شي حالات مثلا ل 20 طبيب ولا كذا، راه ما كيكونش اجماع تشخيص بنفس الطريقه. وهذه انا وقعت ليا وما كنتش متيق، كنقول ميبي زعما دوك جوج حيت مشيت عند 3 ديال الاطباء قلت ميبي جوج الاولين ماشي دوي والاخر هو اللي، بينما هما 3 يقدروا يكونوا زعما مزيانين وكذا، ولكن المشكل راه كاين. وكل واحد عطاني فيهم تشخيص مختلف، والثالث هو اللي كان عطاني تشخيص صحيح واللي تبات مع الترويض وداكشي هو اللي باش وليت مزيان. اوغوزمون بعدا مشيت عند 3 ديال الاطباء، واللي كنقول ليه انا راه خصني نمشي عند 2 ولا 3 الاطباء حيت هذه ماشي شي حاجه سهله، كيقول لي نفس السكانين نفس ليغام، علاش غتمشي دير نفس، علاش غتمشي دير كونسلطاسيون عند طبيب اخر؟ واخا نفس ليغام واخا نفس السكانير دياغنوستيك مختلف وتريتمون مختلف. اوكي مثلا في الكتاب كيدوي على انه فاش
كانوا كيشوفوا في الداتا كيلقاو انه فاش كتمشي معطل عند الطبيب بالعشيه كيكون هو عيان، كيكون احتمال اكثر انه يعطيك آه، بحال لي زونتي دولور، يعني مسكنات ديال الالم وصافي. حيت بزاف الناس كيجيو عنده كيقول لي انا ضراني كذا، شوف انا بغيت زعما نسكت الالم وصافي. ملي كيكون في الصباح الطبيب كيجوجي معاهم شويه، كيقدر يقول لهم السايد افكتس ديال داك الدواء مثلا. ملي كيكون عيان بالعشيه الاحتماليه ديال القضيه كتنقص، اش هو مسخساخ وشحال من حاجه. انا من بعد عمرني بقيت مشيت عند شي طبيب بالعشيه. شحال اللي كابيني غادي كنبغي تقول نمشي عند الطبيب. من هذا الشيء عمرني بقيت كنمشي عند الطبيب وليت كندير فوق بوليس شي واحد ما فاهمش صافي كيوصل للنتيجه. وليت كنمشي مع 9 10 الصباح. وي يلا انا كنكون انا الاول ولا الثاني اللي داخل عند الطبيب. وي وهاد القضيه كاينه مثلا حتى في المحكمه. القاضي عموما كيعطي احكام قاصحه في الصباح مقارنه مع في العشيه. بيتو قاصحه في العشيه مقارنه مع في الصباح حيت كيكون عيان وقابس هذه النهار بزاف الحوايج. كاين عاوتاني ما بين الرجل والمراه. الاطباء عموما كيعطيو الا مشى شي راجل عند الطبيب كيعطيوه الفحوصات وكيعطيوه انه يزيد يقلب على لي سامبتوم ديالو اكثر من المراه. يعني المراه يقدر يعطيها كما قلتي دي زونتي دولور ولا يقول لها صافي خذي دوليبان داكشي غادي يدوز، واخا تكون كتقول لك كنحس بواحد الالم ولا واحد الحاجه مقارنه مع راجل. حيت كاين ديك الفكره عند الاطباء وعند الناس عموما ديال انه راجل كيتحمل اكثر من المراه، دونك الا جا راجل الطبيب بصح مقصح في شي حاجه بينما المراه فيها يا فهمتك. مثلا في هذاك الفيديو ديال ما تزابيش هذاك العامل ديال الحظ اللي هضرت عليه بزاف الناس ما حيت انا كيبان ليا وهذه واحد الحاجه اللي صعيبه انه ما كايناش لا نيونس في الهضره عند الناس. ما يمكنش تقول بينه وبين، ما يمكنش مثلا تشرح شي واحد بانه الزهد والخدمه بجوج حوايج. الا قلتي ليه الزهد يقول لك وانت اذا بالنسبه لك كلشي زهد، ولا قلتي ليه الخدمه يقول لك اذا الخدمه هي كلشي. دابا مثلا ملي عقبت على هذاك الفيديو ديال ما تزابيش حاولت نشرح بانه بجوجهم مهمين، ما قلتش بانه ما كيخدمش. وطبعا السيد يعني لا ديسيبلين اللي عنده انه غير باش انك تبقى في صحه جيده وتكون كتعيني كما كانت الحاله ديالك كتستعمل واحد النوع من المواظبه ومن الخدمه وهذا، ولكن توفرت له ظروف بجوج هكا وهكا. صح. حيت او ميم طون ماشي كاع الناس حتى اللي موفرين دوك الظروف كينوضوا كيترينيو وعندهم ديك لا ديسيبلين. دونك كما قلتي انت خليط بيناتهم بجوج هما. وي اي ربما واحد السؤال واحد اخر اللي غنسولك اللي هو قريب شويه لهذا مي كومين بعيد عليه. شنو شي حاجه اللي كنتي مآمن بها لمده كثيره ومؤخرا اما هذا العام اما العام اللي فات اما هذا تبدل الراي ديالك عليها وقلتي مع راسك كنت غلط في هذه الحاجه هذه؟ شي فكره شي كونسيبت شي حقيقه كانت كتبان لك حقيقه وما بقاش؟ صراحه بزاف الحوايج. كاين شي حوايج اللي زعما الواحد كيقدر يقولهم، كاين شي حوايج ما كيقدرش يقولهم. واحده من اهم الحوايج هي هذه اللي قلت لك بعدا دوينا عليها ديال العمل الحظ. فاش ما بقاتش كتجيني شي ريزولت اللي انا باغيها وليت بحال قلتي كنأكسبتيها بشكل حسن، حيت كنبقاش نقول لا انا درت هذه كامل. المهم العقليه كيفاش ربونا من الصغر. حاجه اخرى ويرد هذا الموضوع صراحه باقي ما حسنش فيه الراي ديالي، ما يمكنش نحسن فيه الراي ديالي حيت ما واخدش تجربه، ولكن اللي اكتشفته تا هو غير بالصدفه ودرت عليه فيديو هو الكونسيبت ديال الزواج عموما. اي دون نو بيان سور فاش بحال كتكون صغير اكثر كتقول ويلي ما يمكنش كيفاش انايا انسان واحد غادي ندوز معاه حياتي كامله حياتي كامله. صح ما محتاجش تكون صغير حيت الهضره تيقولوها ناس بشلاغمهم كبار دونك اوكي. وهذا الشخص خصو يكون بالنسبه لي انا مثلا باغي بنت خاصها تكون زوينه في وجهها، زوينه في فمتها، ذكيه باش تعرف تربي معايا ولادي وتقريهم مزيان، كايند، حادقه، عزيزه على الحياه، يعني كتبغي تخرج كتبغي تدور كتبغي بزاف الحوايج ماشي زعما فيها بزاف دراما كوين ولا كذا. بزاف المواصفات كنقول او بحال دوك السيتينغز اللي كتلقاهم في تيندر، هذه كطلع هذه كتهبط هذه، ما يمكنش زعما انا نلقى شي حاجه بحال هكا. يعني قضيه تقريبا قلت انا مستحيل. الفكره ديال زعما المونوغامي تبقى انسان واحد مستحيل. ما نقولش زعما الفكره تبدلت، ولكن بحال ولا عندي واحد الحيز ديال انها تبدل. سورتو مع
كنت شفت واحد السيد إيلاي فينكل، وكان كتب واحد الكتاب زوين سميتو واقيلا All or Nothing Marriage. آه ودوا على فكرة أنه الزواج مؤخرا، نعطيك مثال، نفترض أنه مثلا علاقة دامت مثلا مدة 5 سنين زوينة، فيها الحب، ما فيهاش بزاف ديال المشاكل نسبيا، كلشي بخير. قال أنه هذه العلاقة غتكون علاقة ناجحة لو كانت في الخمسينات ولا الستينات ديال القرن الماضي، ما غتكونش ناجحة دابا. لقاش دابا الا داز ديك 5 سنين يقدر واحد من دوك الطرفين يشوف يقول واخا ما كانوش مشاكل، او دازت 5 سنين ولكن انا ما زدتش لقدام، ما درت حتى شي حاجه، ما استفدت والو من هذه العلاقه. هو كيقول انه ولا دابا واحد الزواج ديال تحقيق الذات، آه ازدهار الذات عن طريق هذيك العلاقه. وهذا ازدهار الذات يقدر يكون في الشخصيه. انا مثلا انسان انتروفيرت كيبغي الدار، كيبغي يشوف فيلم كذا، غيعجبني انه الا ارتبط مع شي واحد اكستروفيرت اللي غيقدر يعاونني ان يعلمني ولا يعاونني انا نخرج ونتلاقى بالناس ولا عندي انتراكشن مزيانين ولا نستمتع بوقتي برا بلا ما نرجع للدار اكزوستد. وفي نفس الوقت نقدر نعاونو انا كيفاش هو يتعلم يبرك في الدار ويستمتع بوقته، يقرا، يدير شي هوبي ديالو، يتفرج في شي حاجه بلا ما يضطر انه يخرج ويدير داك الانتراكشن ديالو. هذه مثلا في الشخصيه. في الدريمز عطا واحد المثال اللي عجبني انايا. أه واحد كان باغي يولي ولكن شنو كان باغي يولي اونتربرونور مقابل. سو نقولوا حنا ما حققش هذاك الدريم ديالو فاش كان في العشرينات، خدم صلاغي وكذا، فاش تزوج بقات عنده ديك الفكره. ملي داز ديك 5 سنين شاف انه مثلا ما حققش هذيك الفكره ديالو، غادي يحس، ما نقولوش غادي يلوم الطرف الاخر، ولكن غادي يحس باللي الطرف الاخر عنده واحد الجانب ديال المسؤوليه. حيت انا عاودت ليه وقلت ليه كان عندي واحد الدريم ديال انه نكون اونتربرونور، هو ربما عمرو جبد معايا الموضوع، ما عمرو شجعني ليه. في الاخر قال باللي هذا الزواج حاليا فيه واحد الحقه ديال اللي كتسمى اختناق، انه الزواج ولاو فيه بزاف ديال المتطلبات نفسيه فيزيولوجيه ماديه كذا 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 كذا، وبلا هذاك الكونسيبت ديال الزواج تخلق هو اللي داير هاد المشاكل دابا. نو انا زعما ما كنقولش انه متفق مع كاع الافكار ديالو، ولكن هذاك الكتاب وهذاك الكونسيبت اللي دوا عليه عجبني بزاف، يستاهل يتناقش. ميبي هو كيدوي اكثر على الزواج في الميريكان ماشي عندنا حنا في المغرب ولا في الدول العربيه، ولكن كنحس بلي هادشي ولا زعما ستوندار جاي. قبل ما نجاوب على هذا السؤال فكرني على هذه الملاحظه، فكرتني في واحد الحاجه انه ملي كنت مازال صغير شويه بحال داكشي ديال ديكارت، يعني كتحاول انك تمسح الطبله من جميع الافكار اللي كاينه، يعني اي حاجه موعوته مثلا الزواج هذا كتقول لا هادشي غير تخربيق، علاش غندوز وقت مع شخص واحد، علاش غندير هذه التقاليد العادات، اغلب الافكار اللي كاينه موعوته. ديكو كتحاول انك تمسح الطبله وتعاود تبني شي حاجه اللي اذكى من دوك الافكار اللي موعوته. ولكن مع الوقت الشيء اللي كنلاحظوا انه اغلبيه الافكار الموعوته، ماشي اغلبيه، جزء كبير من الافكار الموعوته هي موعوته حيت راها في الحقيقه خدامه مزيان، وماشي انا اول واحد اللي حاول انه يفكر في دي التيرناتيف وما استقعش، ماشي بصح، حيت كاين اسباب اخرين علاش الافكار كيتواتوا. مثلا اذا كانت كتخدم اذا كانت شي فكره كتخدم اغلبيه القويه في شي مجتمع غادي تبقى كتوات عبر الاجيال، واخا ربما ديك الفكره ما صالحاش اذا كانت شي فكره كتخدم الاقليه القويه واخا تكون ما صالحاش للاغلبيه تقدر تبقى كتوات عبر المجتمع وتولي عندنا في التقاليد والعادات ديالنا. اذا كانت شي فكره كتخدم كتبنى على شي تقاليد ولا على شي شخصيه ولا على شي حاجه بحال هكا تقدر تبقى موجوده. مي اغلب الافكار صراحه كيتوارثوا حيت فيهم نوعا ما واحد الايجابيه للمجتمع، داكشي علاش بقاو. مثلا ما كنشوفوش مجتمعات فيهم الكانيباليزم، ولا مثلا ما كنشوفوش مجتمعات حاليا، ما كنشوفوش مجتمعات فيهم الزواج بين الاخوه، بينما هذه فكره اللي كانت شحال هذه يلا في القرون الوسطى كانت. اذا علاش هاد اللعيبه هاد الفكره او هاد الموعوت هذا اختفى عبر الاجيال؟ حيت ما كانش مزيان، دونك الناس تعلموا مع الوقت انه ما مزيان، خصو يتحيد. اذا كنظن بان الزواج كيدخل في واحد في هاد الافكار هادو، معناتها انه بالنسبه لاغلبيه الناس ماشي ولا بد كلشي، ولكن بالنسبه لاغلبيه الناس كنظن بانها شي حاجه مزيانه، واخا هي كتبان غير منطقيه، ولكن كون كانت بصح ما مزياناش، ما كانتش المنظومات ديال الثقافات كامله
يعني الثقافات اللي في العالم الأول في العالم الثالث مسلمة ملحدة مسيحية يهودية كلهم مبنيين على هذه المنظومة ديال الزواج هذه في العالم حيت كانوا منظومات وحده اخرى في واحد الوقت هذه مازالين نوعا ما ديال مثلا الحريم ديال السلاطين او داك الشيء ولكن ما بقاوش بزاف اذا علاش هذا الشيء ديال الزواج بقى وكانوا تجارب وحده اخرى والتجارب اللي مازال غادي حاليا وكيديروها بعض الناس بحال لي شونجيز ما عرفتش شنو سميتها بالعربيه مي هما لي كوبل اللي تيكونوا مثلا مزوجين ولكن كيتبادلوا في كل ما يتعلق بالامور الجنسيه عندهم داك الشيء مفتوح كيتبادلوا بيناتهم عيش حياتك ونعيش حياتي ولكن حنا مزوجين بيناتنا وعايشين في نفس الدار حيت كيربطوا الحب باشياء اخرى ولكن ماشي علاش ماشي هذه الفكره هي الفكره السائده يعني في دول وحده اخرى مسموح انك تعيش بحال هكا حتى واحد ما غادي يمنعك اذا كنتم متفقين ومع ذلك ماشي هي الفكره السائده الناس اللي كيديروها اقليه قليله اذا نقدروا نحاولوا نفكروا زعما علاش هذا الشيء مزيان ولا علاش صالح وكنظن انه زعما انا عندي بعض الاجوبه اللي واخا غنعطيها غتسمى اجوبه شخصيه من تجربتي الشخصيه وانت قلتي بعض الاجوبه وبعض الملاحظات اللي مهمه كنظن الناس كيتجاهلوها واحد الحاجه اللي قلتها في الاول واللي كنظن بانه يعني هي في نظري وحسب تجربتي المتواضعه مع الناس اللي ضايعين بيا ربما اوفر بلون واحد التخوف اللي هو بصح ولكن فهمتي بحال داتي من الحبه قبه هو هذه القضيه ديال خصني نتلاقى مع واحد الشخص اللي غادي نتفاهم معاه وغادي يكونوا فيه جميع المواصفات اللي غادي يمشيو مع المواصفات اللي باغي انا واللي فيا انا وغادي نقدروا اننا نتعايشوا وكنظن بانه في الحقيقه الا تلاقاو جوج ديال الناس اللي فيهم مواصفات اللي نوعا ما متقاربه وخا يكونوا فيهم مواصفات اخرى متباعده مع الوقت كيكونفيرجيو الانسان فيه نفس المواصفات بعد المرات كتلقى جوج ديال الناس كيكونوا مجوجين 10 سنين 15 عام 20 عام كتقول هادو نفس الانسان واش تلاقاو في الجنه ولا كيفاش داو لها والحقيقه هي انهم منين تلاقاو ما كانوش نفس الانسان كانوا انسان ناس متباعدين ربما عندهم شي حاجه اون كوما ولكن ملي كتعاشى مع واحد الشخص وخصوصا اذا كان داك الشخص مزيان وكانت عندك تنتينيه مزيانه كتطور الانسان لما هو احسن انت كتحيد الخايب اللي فيك وكتعوضه بالزوين اللي فيه هو كيحيد الخايب اللي فيه وكيعوضوا بالزوين اللي فيك ولكن انتم بجوجكم عاوتاني ماشي الناس مثاليين ربما بجوجكم تولي فيكم نفس الصله الخايبه وتبقاو عايشين بها ولكن في اخر المطاف اللي كنوصلوا ليه هو واحد النوع من الا كان بين جوج ديال الناس تفاهم كبير كيوصل لواحد النوع من الكائن نقولوا كائن هجين اللي هو خليط ديال كيفاش كانوا هذوك الناس بجوجهم نهار تلاقاو وعطاونا واحد الانسان واحد اخر حيت حنا صراحه كنتبدلوا وكنتبدلوا السبب الاساسي هو المحيط ديالنا دونك اذا كان المحيط ديالك مكون 90% نفس الشخص اللي كتشوفه وانت المحيط ديال هذاك الشخص هو 90% انت وعندكم مصالح مشتركه لانكم تعيشوا وتكونوا حياه مشتركه فعادي انكم غادي توليوا نفس الشخص من بعد واحد المده هاد القضيه ديال التاثير مهمه بزاف كما قلت لك في البلان ديال مثلا انتروفيرت اكستروفيرت هذا هو اكثر مثال شفتو انا زعما جاني قريب وسهل الناس تفهموا اند واللي زوين انه الا مشات العلاقه كما قلتي انت مزيان وكانت واحد الحياه مشتركه هذا الشيء كيزيد في الويل بين ديال الانسان يعني الساتيسفاكشن ديالو من الحياه كنظن باللي كتزاد والبوزيتيف ايموشن ديالو في الديلي لايف كل نهار كتكون مخيره مزيانه متفق معك صراحه ابخي دابا نخاش لهم مثلا في المعاينه الاحصائيه في تويتش احصائيه ديال عدد الطلاقات في العالم ما عرفتش شحال معدل الطلاق في العالم مي فوالا the countries with the highest divorce rates in the world are Maldives, روسيا, مولدوفا. مثلا المالديف هي الدولة اللي فيها أكبر نسبة ديال الطلاقات فيها 5.5 ديال الطلاقات لكل 1000 شخص. هاد كل 1000 شخص شوية معنكش حيت هذاك الأشخاص فيهم الأطفال اللي ما مزوجين فيهم الناس اللي كبار فيهم بزاف ديال بين وبين دونك صعيب أنك تعرف النسبة ما بين الناس اللي مزوجين شحال كيطلقوا. مثلا في ميكان تقريبا 50% ديال الزواجات كتسالي بطلاق. يس في ميكان 50%. وهاد النسبة هذه في الحقيقة كتقلال يعني مع ما حد عموما ما حد الدولة كتكون متشددة غنقول ولا تقليدية ما حد نسبة الطلاق كتقلال. أسباب واضحة ديال الحشومه وديال هذا
ما عرفتش، يقدر يقول واحد بانه شي حاجه اللي كديها و50% ديال الوقت ما كتصدقش هي هي شي حاجه فاشله، ما عرفتش. مي كنظن عاوتاني انه ملي كنقولوا 50% ديال الطلاقات فيهم بزاف، النسبه الكبيره ديالهم اكثر من النص ديال دوك الطلاقات كتكون في السنوات الاولى، معنيتها كتكون ما بين الناس اللي يلاه بداو الحياه بيناتهم وما تفاهموش وتفارقوا. وكاينه طريقه واحده اخرى عاوتاني كتكون في نهايه الحياه، ما بين الناس اللي شلفوا هذا بغاو يديروا حاجه اخرى. دونك صعيب انك تقول. ربما السؤال هو خصك دير واحد تسول جميع الناس اللي مجوجين ولا اللي تزوجوا وطلقوا، ودير واحد احصائيه ديال تسولهم واش في نظرك الزواج زاد لك شي حاجه ايجابيه في حياتك، وتسول حتى الناس اللي طلقوا واش زاد لهم شي حاجه ايجابيه في حياتك، وهذيك الساعه عاد تعرف واش هي حاجه ايجابيه ولا لا للانسان. يا انا معك في هاد الفكره، حيت ماشي زعما اي زواج سهله ولا كذا زعما هو تجربه 100% فاشله. كتكون فيها حوايج زوينه، وماشي بالضروره بعض المرات تقدر تكون لونغ ديستانس مثلا، هي المشكله اللي خلات مثلا واحد جوج يتفارقوا. أه جو بونس هنا المشكله ماشي في ديك العلاقه اللي بين جوج الناس، وانما عامل اخر هو اللي تدخل. اها. ممكن انا كنشوفها بحال هكا. الصراحه كاين بزاف ديال العوامل الخارجيه اللي كتقدر ان تدخل. أم كنظن بانه زعما كما قلت، كما الامور كما هي دابا كتبين لنا بانه كوميم كاين حوايج اخرى ممكنه. غير تعدد الزوجات هو في حد ذاته شي حاجه اللي مثلا مسموحه في المغرب. علاش ماشي اغلب الرجال دايرين تعدد الزوجات؟ علاش المجتمع تحول انه يكون ضد عموما في المغرب، مع انه مجتمع متدين، انه يكون ضد تعدد الزوجات. دونك يعني في نظري ماشي غير اجي وقول الزواج ما صالح لوالو. عندي واحد سؤال واحد اخر، ماشي سؤال واحد اخر، مي ربما نقدروا نهضروا شويه على الشخصيات اللي عزاز عليك، ونحاولوا نهضروا شويه على الشخصيات ربما اللي تكون عندنا عليهم وجهات نظر مختلفه. اذا بان لك شي واحد تقدر تقترحه تا هو. ربما نبداو بواحد السيد اللي هو في الواجهه ديال السيكولوجيا حاليا، دونك كلشي تيعرفو، دونك سهل اننا نهضروا عليه. اللي هو جوردان بيترسون. شنو رأي ديالك في جوردان بيترسون وافكار ديالو، التوجهات ديالو؟ اوكي، انا صراحه دابا المشكله انه انا جوردان بيترسون نقدر نقول لك 80% داكشي اللي شفت ديالو هو دوك الليكتشرز اللي كان كيديرهم هو في تورونتو. بحال قلتي كنتفرج فيه في ذاك الحيز اللي ما كيعرفش الافكار ديالو، كيجي كيعطيك درس وصافي. ولكن هذا لا يمنع انه فريمون شفتو بعض المرات كيخربق. بحال واحد الخطره كان صيفط ليا واحد الدري واحد الارتيكل، داك الدري هيثم اللي كان خدم مع السوينغر كيعرف نجيب داكشي، تكون كتعرفو حتى انت. كان صيفط ليا واحد الارتيكل جو بونس كندوي على الناس اللي كيدويو دابا على المخاطر البيئيه، وقال خلط ما بين البرودكشن اللي كيديروا الناس ديال الميتيو، الطريقه كيفاش كيخدموا، مع دوك الساينتيست اللي كيقولوا باللي غيكون واحد الاحتباس حراري كذا 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 كذا. وما عرفتي انا ديك الساعه جو بونس قال اليوم غدا خرج الارتيكل، وداك الارتيكل فيه الرد ديال شي جوج باحثين كيردوا عليه، كيقول لي زعما راه ما كنخدموش بنفس الطريقه، الميتيو حاجه وداك البرودكشن اللي كنديروا على المستقبل والجلوبال وارمين وداك الشيء راه ماشي نفس الحاجه. بالماس ما كيعجبنيش في القضيات اللي كيدوي عليهم. حاجه اخرى اللي كنحترمها فيه الصراحه هي انه اونست، كل الصراحه، وهذه شي حاجه مهمه. وبحال اللي البلان اللي كان وقع ليه في تويتر وداك الشيء، خرج في داك الفيديو في يوتيوب زعما كيسبهم مباشره. زعما بحال اللي تقول خونا ما عندوش جوج وجوه. كيف ما كيدوي مع ستودنت عنده كيدوي مع اورغانيزاسيون بحال وي. المهم ما عرف شفتك واقيلا دويتي عليه فاش ترتبتي دوك الشخصيات. التخصص ديالك كيجيني واعر، واخا اتسين ما متفقش معاه في شي حوايج ديال الاي كيو مثلا وداك الشيء، وديال فاش كان كيدوي على البنت والدري فاش كيكونوا حتى واسعين، وي كيكون زعما اي كيو از ا بيج توبيك صراحه، خصنا هو نهضروا عليه. لا انا ربما بحالك، ولكن قل شويه في كما غنقول ماشي في الفكره، معناتها انه كنظن بانه كيقول شي حوايج مزيانه، خصوصا ملي كيهضر في التخصص ديالو. حتى داكشي اللي عنده ديال التنميه الذاتيه صراحه ما بيش معه، عنده واحد الكاريزما اللي خطيره ما نكذبوش على الله. دونك ملي كيدير داكشي ديال التنميه الذاتيه وهذا 12 rules for life، خصك تجمع بيتك في الصباح واللعيبات،
كيعطي واحد كيكون يمكن يمثل واحد القدوه لبزاف ديال الشباب. ولكن من وجهه نظري عاوتاني من وجهه اخرى ملي كتشوف التطاوفات ديالو اليمينيه شويه ديال السكسيزم وهذا يعني صعيب انك تفرق الشخص. دابا انا ما كاش زعما انني نفرق الشخص كباحث كشخص كيدير التنميه الذاتيه من الشخص كرجل سياسي ورجل عنده اجندات سياسيه. ولكن في الحقيقه ما تقدرش حيت نفس الشخص وتقدر كاع تقول بانه هذيك اللعيبه ديال كي جا الناس بواحد الخطاب باش انه يدوز افكار اخرى بخطاب واحد اخر. وكنشوفوا يعني الاغلبيه ديال المساندين ديالو ديال الاصدقاء ديالو هما ناس ديال اليمين وربما كاع اليمين المتطرف. دونك صعيب شويه. وهو براسو يعني تيقولها الفكره اللي عنده ديال ان اللي ما كنتفقش معاها يعني 100% ديال انه العالم كله مبني على الهايراركي الطبقيه وانه ديما خاص يكون واحد الفوق وواحد لتحت. وداكشي ديال اللوبسترز تا هما بحالنا وكذا وكذا وكذا. من ربما شي شخص واحد اخر حتى هو كنت هضرت عليه في هذاك الستريم ديال التير ليست. هو صراحه واحد الشخص ما عنديش عليه فكره بزاف، عندي عليه فكره متواضعه غنقولوا، اللي هو اندرو هابرمان. اوكي دونك شنو راي ديالك فيه؟ واش شنو فين كتصنت ليه؟ ربما يبغوا حتى هما يشوفوا ولا يكتشفوه. انا اكثريه شي حلقات ديال سامع شي حلقات ديالو في بودكاست ديالو البارح جوبونس في الطريق عاد سمعت ديال الهيرلوس تساقط الشعر داكشي ماشي التخصص ديالو، ولكن صراحه الحلقه كانت فيها ساعتين استفدت. اش نقول لك، انا البودكاست ديالو كيعجبني بزاف. الحاجه اللي كتعجبني فيه انه فاش كيجيب ناس ساينتيست واعيين كيدويو في دي ديتاي صغار ما كتحسش بيه اللي كيقول ياس فهمتي غير هكاك، كتحس بيه بحال تقول داك البيبرز اللي كيدوي عليهم داك خونا قاريهم حتى هو وفاهمهم، كتحس بيه متابع مزيان وفاهم الشخص الاخر شنو كيقول. حتى انت الفهم ديالك كيكون حسن بالنسبه لي انا فاش كنتفرج فيه، حيت شايف شي حلقات ديالو حتى في فيديو كيبان في يوتيوب كيحطهم حتى في لينكدين بارتس بحال هكا. والمعلومات ديالو بعض المرات كاين شي معلومات هذه كنا دوينا عليها انا وياك كيكونوا بحال قلتي جديده ما مسمعينش بزاف ما معروفينش بزاف اند جو بونس داكشي علاش انت زعما ما رانكيتيش الفوق ياك. اكزاكتومون. انا صراحه الاغلبيه اللي كنشوف عليه لا في يوتيوب ولا هذا ديما كتكون شي معلومه اللي ما ضيعاش في عالم ديال البحث العلمي ولا هذا، وان شي شخص يقدم معلومه واحده ولا جوج معلومات جوج ديال النظريات اللي هما غير متفق عليهم وهذا ويقول لا انا كنظن شي حاجه تقدر تقبلها. ولكن ان شي شخص يكون كل مره فوقاش ما يجي يجيب شي معلومه اللي هي جديده وهذا ما عرفت انا كيبدا يدخلني الشك زعما كنت شفت في تويتر بعض الباحثين تيقول هذاك خونا غير تيخربق هذه القضيه هذه ماشي بصح وهذا. وانا عندي واحد التحفظ عموما من جميع ما عرفت انا زعما اصلا شويه مثلا حتى بالنسبه لي كنا نهضر في القضيه لا بسيكولوجي كامله ماشي علم مي حتى دابا حتى داكشي ديال ساينس ديال نيوتريشن كامله فيها كل شيء وضده. كتقدر تلقى اي فكره كتلقاها. واحد في الصباح تيجي تيقول لك بين واحد البحث انه ما خاصكش تاكل الزبده، لا غد ليه تيقول لك لا بين واحد البحث انه فات ما خاصكش تاكل السكر، خاصك تنقص من الكاربس، خاصك دير انترميتنت فاستين. دونك انا كشخص باغي يشوف هذا كيجيب لي الله بانه اي حاجه جاتهم على بالهم تيقدروا يبينوها بهذوك الستاديز ديالهم، حيت السامبل العدد ديال الناس كيكون صغير اللي كيديروا التجارب وكيكونوا كونفاوندين فاكتورز واللعيبات كتخرج لنا شي حاجه. دونك هذه هي الفكره اللي كنت باغي نناقش معاك نيت وانه واش انت بالنسبه لك يعني انا باقي متحفظ بهذه القضيه ما عنديش راي صراحه. انا قلتي خاص تكون نفس الصرامه شي واحد اللي كيقدم مثلا برنامج بحال بودكاست بنفس الصرامه اللي غادي يكون فيها مثلا حيت هو بروفيسور جوبونس في هارفارد داكشي بنفس الصرامه اللي غادي يكون تماك فاش كيعطي شي ليكتشر. باش نرجعوا عاوتاني غندير واحد المقارنه اللي غادي ربما تقدر تشرح شويه الناس. وهذا الفيد حتى هو تيقول لك التغذيه وهذا النحل واللعيبات، يعني حتى الفيد جايب لنا واحد الفكره اللي هي خارجه على نطاق العالم الاكاديمي ديال انه كاين شي غذاءات اللي تقدر تداويك من كل شيء. واحد الوقيته كنت تقول مثلا الكونسير كل بوبوليس فايد النسخه القديمه. دونك الا جينا نوصلوا للنخاع ديال الفكره الفايد ملي تيقول لك هذيك الهضره ملي كتمشي تقلب كتلقى كاينين شي ابحاث
اللي كيمشيو في الاتجاه ديال ديك الهضره اللي كتيقول، غير هو تيجي تيشدك يدفعها الاكستريم وهذا دونك كنقول انا مع راسي الا حيدت لونغلي ولا حيدت الشهادات وهذا، واش ماشي هابرمان واحد المهم شويه نعصب الناس، ولكن واش ماشي هابرمان واحد النسخه ديال الفايد بلس بلس نوعا ما. الو دابا جو بونس هو كيدير ديك المقاطع. دابا هي الحلقه بيان سور كتكون فيها ساعه ساعه ونص، سو جو بونس فاش كيبغي يحط شي مقطع من ديك الحلقه كيبغي يحط شي حاجه اللي بوم ما كتشدك واش انا كنديرها في انستغرام صراحه دونك ما نلوموش. هادشي علاش قلت لك ياس، قلت لك زعما الميديا ميبي اي دون نو، فهمتي العالم والكباري الالغوريثم والكبارة بات زعما من حقنا حتى حنا نكريتيكيو الى عيق كيما قلتي انت. اي دون نو جو بونس بعدا فاش كيستقبل شي واحد، فاش كيستقبل الناس، حيت كاينين حلقات كيكون كيدوي فيهم هو راسو، وكاين حلقات كيجيب الناس. هذوك اللي كيجيب صراحه الضيوف كاملين كيعجبوني بنسبه واحد سميتو كبيره. واحد القضيه قلتها مهمه على النيوتريشن، تخيل تفرجت في واحد الحلقه ديال الهيوبرمان مع واحد خونا كيدوي على الكافيين، قهوه وشحال مزيانه طاطا اش كدير اش كدير اش كدير. خرجت من يوتيوب مشيت لتيك توك في البودكاست ديال الجزيره، واحد خونا المهم كيقول لهم انا في اللاب ديالي كنصح الناس انهم فاش غادي ندير اليوم اليغام ما يشربوا لا قهوه لا اتاي. ها علاش ها الكافيين اش كيدير؟ ما عرفتي كاع المضار ديال الدنيا والدين، الاضرار ديال الدنيا والدين جابهم وقالوا على الكافيين. انا فريمون ضغط ما بقيتش عارف. لا مثلا غير القهوه كل واحد شنو تيقول، كاين اللي تيقول لك خاصك تشرب القهوه، كاين اللي تيقول لك خاصك ما تشربش القهوه. وكاين فيستد انترست عاوتاني حتى في اللوبيات، شحال من حاجه كانت كتبين مثلا غير الفكره ديال انه الفطور هو اهم اكله في النهار، على قبل البيكون واقيلا. على قبل كانت لوبيات اللي ماشي لوبيات ديال قوس قزح، لوبيات ديال الشركات اللي حيت عارفهم في الشاط غادي يبداو يطلعوا لما نستابق الامور اللي كانوا دفعوا الفلوس لهذا الشيء هذا. بزاف ديال الابحاث القضيه ديال انه خصك تشرب كاس ديال الشراب في السيمانه كيعاونك باش انه يطول لك في مده الحياه، حتى هي نورمال، حتى هي غير اللوبيات اللي كانوا قالوا دفعوها. فكتبقى واحد شويه مع هذا. انا كنظن بانه كاينين شي حوايج اللي ممكن ربما نتفقوا عليها، انه الماكله الطبيعيه مزيانه للصحه، انه رياضه مزيانه، يعني هادو حوايج اللي كتبان لي واقعيه انه ما تكتاش من السكر. ولكن كاينين شي حوايج واحد اخر اللي كنبقى نقول مثلا غير القضيه ديال الايس باتس، خاصك تدوش بالمباد، ماشي المباد الثلج، تخشى في الثلج وكيديوها لي سبورتيف وهذا. ولكن انا ما كايناش شي حاجه كتبين بان هذاك الماء مثلج مزيان. دونك كاين اللي تيقول لك انا درتها صلحات ليا، كاين اللي تيقول لك انا ما كنديرهاش ما جربتها وما صلحاتش ليا. فكنبقى انت ما بين وبين. نتفق معك. جو بونس كاين شي حوايج نقدروا نديروهم. انت ديجا غتكون عارف هادشي، تشوف مثلا داك الارتيكل واش منشور في شي جورنال ديال البريداتورز اللي كيكونوا ماشيين ديك لا ليست ديالهم. كاينين شي حوايج بونس كنت في واحد الليكتور ديال ريسيرش ميثود نيت على السايكولوجي، حيت السايكولوجي عام بحال قلتي كيزيدوا يطوروا في المنهجيه ديالها. واحده من بيناتها هي اش كيسميوها جو بونس بري ريجسترد هايبوثيسيس، يعني عوض ما انه داك خونا يجي يكتب البحث ديالو ويكتب دوك الفرضيات، راك عارف كيفاش كيكتبوا الفرضيات كذا وفي الاخر كيقول الريزولتس، كيقول واش كيكونفيرميو الهايبوثيسيس ديالو. قبل ما يكتب البحث ويلونسيه كيمشي لواحد البلاتفورم كيكتب هذوك الهايبوثيسيس اللي عنده هو بالسميات ديال الباحثين اللي معاه. من بعد فاش كيتنشر ديك الورقه ما يقدرش هو يرجع لديك البلاتفورم يبدل دوك الفرضيات اللي دار. كنشوفوا داكشي اللي دار واش كيكونفيرم الهايبوثيسيس ولا لا. وكاين حاجه اخرى كانت قالتها لك البروفيسوره ديال المايند سيت ديال المجتمع العلمي، انه شحال هذه فاش كان مثلا كيجي شي بحث وكيحاول يدحض شي فكره اللي كانت معروفه، لا قلتي النسبه ديال انه يتقبل ولا كذا كتكون صعيب باش يتقبل. ولا دابا مثلا حاليا كتقبل. وحاجه ثانيه مهمه هي ديال كنعاودوا نديروا نفس التجربه. شحال هذه ما كانتش عندها زعما قيمه كبيره، ولكن دابا حاليا عندها قيمه كبر اكثر، حيت ماشي انه تبت النتائج ديال واحد راه شي حاجه عاديه ولا شي حاجه زعما متوسطه، ولكن راه مهمه بزاف، تقدر تكون اهم من البحث براسو. بصح
واخا هكاك المهم كيحاولوا انهم ندوزوا هذاك الاتجاه، واخا هكاك مازال طبعا انحيازات وهذا. كنحاول ندافع الديسيبلين ديالها. اوكي لا اوكي ما نكذبوش على الله، ما عرفت واش عرفتي واحد القصه هي قديمه شويه ديال تاع واحد فود السيد اللي كان اكسبيرينس. كتب، كان صيفط واحد لارتيكل لواحد من اكبر لي جورنو ديال السايكولوجي، وهذاك الارتيكل غير تخربيق. صنع كلمات جداد مع هو كان شويه معروف، صنع كلمات جداد دا واحد ليبوتيج جديده اللي ما عندها حتى علاقه، وتقبل هذاك الارتيكل وتبوبليا، وهذا كانت دات بوم في السايكولوجي. ما عقلتش صراحه على السميه اكزاكت. اي من غير هذا بتيت باش ندوز لواحد شخصيه واحده اخرى. واش كاينه شي شخصيه واحده اخرى انت يا اون فادير، شنو التوب، نقول التوب 5 ديال الشخصيات اللي عندك؟ اوكي. آه، حيت دابا هو السيكولوجي فيلد كبيره. مثلا كانمان الا جينا نشوفوا راه behavioral science كيدوي على السلوك بزاف، السلوك بالذات. دونك انا ما بالنسبه لي انا واحد من الطوب ديال الطوب هو هو اللي دا، هو خد نوبل وتا التلميذ ديالو خد نوبل، ريتشارد تايلر ديال behavioral economics. مهم. سو من الجهه الاخرى مثلا في الديفلوبمنتال سايكولوجي داكشي ديال الصغار داكشي، بول بلوم هو ومرتو. جو بونس غتكون عرفتي. كان دار واحد ستادي معروفه ديال اخلاق الاطفال، كان كيجيبوا دميه وكيحركوها، ومرتو حتى هي كانت تجربه دارت واحد الاكسبيريمنت واعره. هادو بالنسبه لي في هاد الشق ديال الديفلوبمنتال والبيهيفيورال ساينس. الصراحه ما كنقدرش نستحضر كاع الاسماء، ولكن هادو بالضبط. كاينه مهم. واحد السيده اخرى اللي كانت كتخدم على اللانجويج ديال الاطفال، ولكن صراحه نسيت سميتها. هادو كيجيوني ماشي البلان اللي كيعجبني انا عثمان، ماشي هو لاش واصل ولا شي حاجه. بحال قلتي كاين واحد الابداع في الطريقه ديال التصميم ديال التجربه بحد ذاتها. مهم. لا بصح سواء كان وفي كانمان كيفاش كيكتب. هاد الناس الاهم حاجه بالنسبه لي انا هي الانسبيراسيون اللي كيعطيو. القضيه ديال الابداع فكرتيني في واحد ما عندها حتى علاقه، ما كاينه واحد العلماء بغاو يبينوا بان النمل كيحسب الخطوات ديالو باش يمشي للبلاصه فين، باش يمشي من دارو للبلاصه فين لقى الماكله. في نظرك شنو داو؟ شدوا النمل ولصقوا لهم واحد العواد في رجليهم باش تولي الخطوه ديالهم كبيره. فكرة تولي الخطوه ديالهم كبيره وغيبقاو يحسبوا، يبقاو يديروا نفس العدد ديال الخطوات، وبينوا بانهم فات ما كيعرفوش يرجعوا لدارهم ملي كتلصق لهم، هذاك كيمشيو كيبعدوا حيت العدد الخطوات اللي كيديروا كيديهم بعيد على البلاصه فين بداو في الاول. صراحه كاينين بعض المرات كيطيحوا شي افكار باش انك دير شي سيت اب ديال التجارب. كنت آه واحد البيبر كانت انترستين عثمان انه في هذه السنوات الاخيره بحال زادوا في عدد الاوراق اللي كتنشر، ولكن كانوا قارنوها بالابداع ديال هاد الاوراق ولا الابداع ديال التجارب، ولقاو انه نقص مقارنه حيت قبل. هذا هو كيفاش حاليا داير البحث العلمي لسوء الحظ. كاين واحد السباق نحو عدد ديال البيبرز، خصوصا مثلا في مجالات بحال الذكاء الاصطناعي، وهذا اغلبيه ديال الابحاث العلميه تخربيق ليترالمون. كيزيدوا ناقص في بلاصه شي زائد وكيسميوها راسهم داو هذا. حيت ملي كتشوف لي كلاسمون كاينين عوامل بحال الامباكت فاكتور واللعيبات وهذا اللي هما مرتبطين غالبا، تقدر تربطهم بشحال كتبوبليي. كاينين شي طرق اللي تقدر تقول بهم السيستم باش انه تطلع هذوك العوامل. ملي كتولي اللعبه ماشي لعبه ديال واش انت كدير بحث مزيان، ولكن اللعبه ديال واش كتماكسيميزي واحد الارقام. ديما غتلقى شي وحدين اللي غيلقاو القوالب باش يماكسيميزيو دوك الارقام بسهوله. بحال انترنت دابا ما كرهناش ان الفيديوهات اللي تكون مشهوره بزاف هي فيديوهات اللي نافعه ولا هذا، ولكن اللعبه ديال الالغوريثم هي انك تماكسيميزي الفيوز، والفيوز كاينين طرق اسهل انك دير محتوى زوين باش انك تماكسيميزيهم. من دابا 10 ديال الثواني غيجي شي واحد في هنا في الشاطئ يقول لي هادشي علاش ما بقيتيش كدير فيديوهات زوينين وليتي كدير تخابيق في تويتش. انا عارفهم، الجمهور كوميونيتي ديالي وحافظهم. جو بونس زعما ما كانش انا زعما الناس ماشي ما كان زعما ما كنقولش انهم ما كيفهموش، ولكن كنبغي الناس انها تحس باللي فريمون زعما داك الكونتنت الا كان كونتنت مزيان وثقيل كيف ما كنقولوا وكياخذ وقت طويل، راه النتيجه ولا الريزولت اللي كتاخذها راه ماشي بنفس الاهميه ولا بنفس الاستثمار اللي كديروا ديال الوقت ولا كذا. وي سو هادشي زعما اللي الناس كتعرف. بالنسبه للشخصيات كنظن بانه تو كان سولتك الاسئله اللي كنت باغي نسول بالنسبه لهاد القضيه هذه. كاين واحد
ربما نهضروا في شي مواضيع شويه اقل تعلقا بالعلم وشويه اكثر تعلقا بالواقع. وهذا انت دابا ساكن في المغرب، الناس قبيله شي واحد سول شنو الحوايج اللي تيبانوا لك في المغرب مزيانين، شنو الحوايج كيبانوا لك خايبين، واش انت كتشوف راسك عايش في المغرب، باغي تبقى عايش في المغرب بالبعد، ولا واش باغي تمشي، ولا واش باغي تمشي شي بلاد اخرى او ترجع؟ سؤال شويه شخصي الا بغيتي تجاوب اسمح لي زعما نقول نو بغيت اوكي. نجاوب ما كاين حتى مشكل. و هاد الحوايج هذه اللي غادي تقول زعما على الدوله ديال المغرب ممكن تستعملها اوسي باش تقول لي ربما شنو في نظرك البلد المثالي كيفاش غادي يكون داير، ولا كيفاش يمكن نضو المغرب بلد مثالي في نظرك؟ اوكي. نبدا بداكشي الاسئله الصغيره اللي غنقدر نجاوب عليهم بالزربه. اي دون نو، جو بونس زعما انا من صغري كنت انسان زعما عزيز عليه الحريه وداكشي، وربما الناس ما عارفاش انه من وانا عندي تقريبا ديك الساعه تكون 16 عام فاش كانوا كيخرجوا 20 فبراير خرجت معاهم شي جوج مرات عندي 16 عام. قضيه كليت عليها العصا اوف كورس. و جو بونس انا لا، زعما ملي كنخمم هنا لقدام صعيب انه نبغي نكمل حياتي كامله في المغرب، بيسكو انا انسان اصلا مثلا من ناحيه الخدمه كتعجبني لا ريشيرش. وانا كنشوف دراري صحابي اللي مثلا قرينا، وانا ملي مشيت خدمت هما قبل القرايه وداك الشيء، وكيعاودوا يعني زعما لي كونديسيون اللي كيخدموا فيها وكذا، وكيقول لي زعما لا قدرتي غير سير وكذا، ولكن انا اصلا متشبع بديك الفكره من شحال هذه. وكانوا ظروف بحال كورونا وداك الشيء اللي كانت حبساتني، ولكن زعما ام ستيل ثينكين اوف كورس غير رايت اوبورتونيتي في ذا رايت تايم صراحه. امم كتجيني ديك الساعه عا باش الانسان يقدر يزعم، حيت كاين بزاف د الحوايج تخليهم هنا. الحوايج الزوينين في المغرب باش ما نكذبش عليك بالنسبه لي انا هما الوالدين. زعما انا كون كنت قادر نخرج وندي معايا الوالدين ما غيكون عندي حتى شي مشكل. نجي ندير السياحه مره بحال شي واحد فرنساوي ولا طالياني، نتلاقى مع صحابي نمشي مراكش ونرجع عادي. و دابا غنبداو في المشاكل. اوكي. المشاكل 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 بعيده عليا، انا السيركل كتكون كبيره وي وما فوالا، ماشي مشاكلك انت الشخصيه، مشاكل اللي اوف كتشوفها انت في كورس. المجتمع. نبداو من آه. الابعد الابعد. ابعد اوف كورس الطريقه ديال السياسه في المغرب، آه، الاعتقالات. شي واحد غيقول لي انت مالك في الاعتقالات؟ بارفو انت براسك كتكون باغي تبع على شي راي اللي عندك راي قاصح كتخاف تعبر زعما بكل بساطه. مم. وهذا النظام اللي ماشي ديمقراطي ولا الى اخره كيأثر عليك مباشره. باغ اكزومبل بلا اوف كورس ما غاديش نذكر السميات وكذا، ملي كيكون تزاوج بين السلطه وما بين والمال، هاد القضيه راه كتأثر عليك نتايا. شكون كيمشي يشري المازوت؟ ماشي انا، راني كنمشي نشري وانا اللي كنستهلكو كل نهار، وداك الثمن ديالو راه كيأثر عليا انا مباشره. السياسه ديال الدوله، السياسه ديال بنك المغرب، واش لوطو كيطلعوا واش كيهبطوا، بيان سور كيأثر عليا مباشره. مم. اوكي. هذه من الناحيه الاولى. الناحيه الثانيه هي امور ديال الصحه، قرايه، الخدمه، وشي ما كتكتشفوا حتى مثلا واحد النهار اللي كتمرض امك. انا كانت وقعت ليا في كورونا، فاش كتعيط على شي واحد نقولوا حنا كيقول لك الناس خصك النيتورك في المغرب، فاش كتعيط على شي واحد كتعرفو كيعرفك وكيقول لك شوف راه لي ميدسان هنايا مواتهم باواتهم مرض وما قادينش يجيو بهم لي زوبيطو حقاش عامرين، غير تيشوف الكلينيك. بيان سور فاش كتدخل كلينيك كيقول لك 40000 درهم خصك تبلوكيها كذا كذا كذا. مم. سو اللي هي شي حاجه غير عرفتي قانونيه باش هذا نورمالمون وهذا ما عندهمش البلان الحق. انه زعما داكشي كيكون unpredictable. يعني انت غادي في حياه مالك والو، لاختاز فريمون كتقتنع كتقول انا نحسن نعيش بلاد، كيوقع لك هذا البلان شتوكا صح. اوكي. هادو من بين الامور زعما الكبيره. الامور الصغيره كتجينا المايند سيت والعقليه ديال الناس. كاين شي حوايج صغار اللي كيبرزطوني. النوبه زعما، انا واش كتسد النوبه ولا ما كتشدش، هذه كتعصبني انا. شحال من مره زعما ضربت على هاد انا القضيه تنقول والناس لهم في كدير فيك واحد الاستعمار ديما الشوفه. تنضارب على النوبه. كدير فيك واحد الشوفه بحال او زعما انت منين جاي، راك انت اللي غلط. زعما عادي الحياه تكون فوضى، هي الحياه فوضويه وباغي حتى النوبه زعما تبقى آه. ما تكونش. حوايج بحال الحفاري في الطريق. نعطيك مثال، انا 4 سنين مثلا وانا خدام كنمشي في واحد الطريق اللي في الاخر ديال كازا اللي فريمون لا علاقه، نصها بيست نصها حفاري. كاين زعما واحد الطريق اللي مسرحه ديال الكودون ابدا. والمؤسف في الامر، حيت انا كنضرب واحد 20 كيلومتر عليه 20 كيلومتر الوصول، المؤسف في الامر انه في شي بلايص الناس كانوا كيديروا دي زاكسيدون بسبب هاد الحفاري وبسبب البيست، وبسبب انه الطريق ديما كتكون عامره وما كاينش بوليس وكذا. وكاين اللي مات، فهمتي، حتى حاجه ما تبدلت. ولكن جوج سيمانات دابا فاش كان جاي الملك لكازا كلشي تبدل.
علاش؟ حيت غيدوز من ديك الطريق وغيهبط للرحمه وغيمشي يشوف شي حاجه غادي يتشنها. اول مره نشوف النخل كيجيو كيتزرع في ديك لابيست، الحفاري كيتسدوا، والغريب في الامر انه بحال نقولوا ديك الطريق قد هكا ياك الملك غادي يدوز غير من هذا النص وغادي يدور ما يكملش هذا النص. هذا النص تصلح وهذا النص ما تصلحش. عرفتي كيقول لك عين بين نتوما هو جيفز ا فاك ما كتهموناش. وهادشي صراحه انا ما نقدرش نعيش في هادشي، وما نبغيش ولادي يعيشوا في هادشي، وما كنامنش بديك الهضره ديال الناس اللي كتقول لك الا كانوا عندك الفلوس راك غتمشي تسكن في واحد البلاصه ديال الفيلات وغتعزل بوحدك، ما تبقاش تحاك بهادشي. هادشي ما كاينش. يا جو بونس زعما الا ما كانوش عندك الفلوس 90% غتعيش بعيد على داكشي، ولكن غتكون واحد ديما واحد 10% اللي غتفكرك في الواقع المعيش. غتبرصك. وزيدون انا نقدر نعيش مثلا في كندا بصالير ديال $50,000 في العام وما نحتكش بهذا الشيء مثلا. ماشي اوف كورس ماشي 100%، ولكن ما نحتكش به بواحد النسبه كبيره. غنحتك بالثلج، ربما غيكون هو اكبر مشكل عندي. بصح انا كنظن بانه زعما كما قلتي كاين كتبقى شي حوايج اللي كتخليك انك كتبغي ترجع للمغرب، منها العائله خصوصا، وشي حوايج اللي كتخليك انه كتبغي انك تبدل شي حوايج على الصعيد الصغير ديالك، ولكن كتشوف انه كاينه قوه زعما اكبر منك شويه اللي هذا. وزعما حنا جزء من هذا الشيء هذا، ماشي تنقول انا شخص مثالي، حتى حنا مغاربه وكبرنا في هذا الشيء، دونك كنا جزء من المشكل يعني. ومني كتجي بحال دابا انت عطيتي امثله، كاين الصف، كاين الطبيب، كاين الصف، كاين السبيطار، كاين المسؤولين، كاين حتى المسؤولين الكبار على مثلا البترول وهذا. انت في جميع المستويات كاين المشاكل، من الصغير اللي لقى فيني حفظ تيحفظ، اللي لقى فيني دوز تيدوز، اللي لقى فيني يستغل تيستغل. ما يمكنش تجي وتقول هذه واحد حاجه يعني تيقول لك هذوك المسؤولين الكبار السياسيين، حيت هما بصح فيهم بزاف ديال الحوايج خايبه، ولكن يعني لكل مثال صغير. وي اوكي، مؤخرا مثلا في العيد كنت غادي نمشي لواحد البلاصه خارج كازا اللي كيمشيو لها غير طاكسي بيضين. معروف مثلا الثمن ديال الطاكسي بيض هو 30 درهم من هنا للسطات، ومن السطات بلاصه اخرى حتى هي 30 درهم، حيت الدنيا عامره وكاين زعما الكلير موجود، حيت العواشر وداك الشيء كطلع كيقول لك 40 درهم، بغيتي ما بغيتيش نزل في حالك. فهمتي؟ هذا كون كان مسؤول كبير غيكون بحالو بحال داك المسؤول الكبير، بحال هذاك مول الطاكسي عقلتي اللي صوؤوا هذاك التوريست بقى تيدور فيه، بغى يزيد عليه، ومن بعد حيدوا ليه القايمه وناض كيبكي وهذا. وزعما كاينين مغاربه اللي تعاطفوا معاه، قال لك مسكين بقى فينا هذا زقو هذا. انا وصلت لمرحله ديال لا تعاطف صراحه. هو متفق، ما خاصش يكون تعاطف. انا تنقول ديما صراحه، وهي واحد الحاجه اللي شويه قاصحه، ولكن لكل شعب الحكومه التي تستحق. هنا مثلا فرنسا فيها بزاف المشاكل، وفرنسا فيها تعاملات، عندها تعاملات خايبه في السياسه ديال الخارجيه، وكاين كنهضر على السياسه الداخليه. هنايا المدينه كامله محبوسه، هذه دابا اكثر من شهرين على ود قانون واحد، كلشي خارج الزنقه كيتقاتل، اللي هو قانون ديال غادي نزيدوا لكم عامين في التقاعد. وكنشوف ناس من دول وحده اخرى، منهم المغرب، منهم ميكان، منهم بزاف ديال الدول وحده اخرى كيضحكوا على الفرنساويين حيت كيديروا هذا الشيء. ما كيشوفوش بان هذا النوع من النزالات الاجتماعيه زعما انت اللي مضحوك عليك، حيت كيدوزوا عليك القانون اللي بغاو ما كدير والو. ودابا جو بونس غادي تكون شي تنازلات والله اعلم، مي ما عمرها ما كانت غتكون التنازلات، وما عمرها ما كان غادي يكون رئيس كيدوز في التلفازه وتيقول لهم سمحوا لينا وغادي نحاولوا نفكوا، كما كانوش الناس داو هذا الصداع كامل وهذا هذا التواجه كامل للسلطه. وغنسولك واحد السؤال اللي هو ايضا بعيد على السوسيولوجيا، ولكن هو سؤال كيهمني وديما تنحاول انني نسول الناس. ايطون دوني هاد المشاكل هادو اللي قلتي، وهاد المسائل هادو، الا بغينا نحلوا المشاكل بيان سور انت عطيتي مشاكل، دونك الحل ديالهم يكون انه نتوجهوا المجتمع ما فيهش هاد المشاكل. واش في نظرك التغيير خاصو يجي من الفوق لتحت، معناتها من السلطات، من القوانين، ويتطبق على الناس والناس تقبلوه، ومع الوقت غادي يولفوه وغادي نوليو عايشين في مجتمع مزيان؟ ولا واش التغيير خاصو يجي من التحت للفوق، معناتها الناس تبدل وتبدل العقليه ديالها، ومع الوقت هاد الناس هادو جزء منهم غادي يطلع غادي يولي مسؤولين، وهاد المسؤولين غادي يديروا قوانين مزيانه وغادي يوليو عايشين في بلاد مزيانه؟ بصراحه جو بونس با انه التغيير يكون من التحت للفوق، حيت
الناس ديما كتقلب على مصلحتها. سو انا مصلحتي كاينه في هذا النظام الفوضوي، في ديال انه نحل محل ولا ندير شي تريبورتور وكذا باسم التنميه، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وانا ما كنخلص لا لي طاكس لا والو. كنمشي نحط الدجاج ديالي حدا واحد الدار ديال واحد الناس وكنخنزهم ماشي مشكل وكنمشي مزيانه ليا. ولكن غدا الا جاو قالوا لا غادي ندير واحد الاسواق نموذجيه وغتوليو تخلصوا لي طاكس وكذا وهذا، وانا ما غتكونش مزيانه ليا. دونك انا بالنسبه لي التغيير خصو يكون من الفوق. أه ولكن ماشي غير بالقوانين، حتى بحاجه مهمه هي التعليم. بالنسبه لي انا صراحه باش نكون صريح، واش حنايا دابا في العالم ديال الحداثه والعالم كاين فاتح على راسو، كان الناس كيحاولوا يقلبوا على افضل حاجه يجيبوها من اي بلاصه، المهم تكون افضل حاجه. وحنا ديما عندنا، انا ما كنقولش انه القيم ديال الوطنيه وديال كذا خصها تكون، عرفتك. ولكن عاوتاني ما نمشيوش لذاك الطرح ديال انه كنخشيو شي حوايج في الوطنيه وهما راه ماشي من الوطنيه. المهم زعما المهم شنو بغيت نعني. اند جو بونس ان الناس، ان زعما شي انظمه زعما كتخاف انه التعليم ديالها يكون مزيان وعنده داك الكريتيكال ثينكين، حيت ديما بحال هاد النوع ديال التعليم يقدر يعطيك شي انسان اللي غوبيل يقدر يتمرد عليك واحد النهار. وهذه حاجه مشتركه صراحه كتبان لي بين كاع الدول العربيه. زعما دابا الخلاصه كيجي ان التغيير خصو يكون من الفوق لتحت. وي دونك انت بالنسبه لك يعني ما لا امل فاش ان وهي ملي كتجي تفكرها بصح يعني صعيب باش ان 40 مليون شخص كامل يوعى في دقه واحده، خاصه ربما واحد جوج ثلاثه الاجيال باش انه تبدل العقليات وتبدلوا الناس. أم اوكي انا زعما متفق معك الى حد ما. انا كنظن بانه بصح خاص يجي من الفوق لتحت، ولكن كاينين شي تغييرات اللي ما يمكنش تجي لما كانش الناس ممهده ليها، يعني انت ماشي غادي تقبلوها 100%، ولكن ما غاديش ينوضوا فوضى عارمه الى هذا. بحال دابا مثلا كاينين شي قوانين اللي ربما تكون مزيانه، ولكن الا حاولنا نطبقوها دابا غادي تنوض فوضى عارمه. وكنا شفنا شي قوانين اللي صراحه كانت نوع من الشجاعه باش انها تصوبات، حيت خرجوا الناس في الزنقه. الناس اللي عارفين المدونه هي اكبر مثال. منين بغات دار مدونه جديده كانوا خارجين صفوف ديال الناس، واخا هي يعني اقرب ما يمكن يكون شي حاجه اللي ايجابيه 100% للمجتمع. دونك يعني الا درتي شي حاجه اكثر من هذاك الشيء اللي دا في المدونه الجديده غادي توقع في واحد التصادم مباشر مع الناس. هادشي علاش كنقول لك انه مثلا التعليم شي حاجه مهمه وضروريه. انا ما عرفتش كي غادي نقول لك، ولكن بحال كتراسي الناس التيران كما كنقولوا حنا بالدارجه. ماشي بالضروري كترسل من الطريق فين غادي يمشي، ولكن كاين واحد الحيز اللي كتضيقوا عليهم، بحال واحد الشحيوطه اوكي راه غيمشي من هنا ولا من هنا ولا من هنا، اوكي ما يخرجش من هذا الحيط ولا من هذا الحيط بدون افراط وبدون تفريط. وي اوكي. وقبل ما اذا ربما ما حد الاسئله كتطرح في الشات نقدر نسولك شنو دابا هضرنا على المغرب، وبزاف الناس ملي كيهضروا على المغرب تيقول لك اذا انت حاقد على المغرب ولا ديما كتقول غير حاجه خايبه. ماشي كنقول غير حاجه خايبه، ولكن كنظن انه الحوايج مزيانين حنا متفقين عليهم انهم مزيانين. ملي كتهضر على بلادك اولا بد كتهضر على شنو بغيتي انه يتحسن فيها وشنو كتشوف فيها. وبصح نوعا ما المغرب ماشي هو البلاد اللي غادي نبغي نسكن فيها انا شخصيا. انا ما ساكنش في المغرب، عطاتني فرصه واخا انا شخصيا يعني هذيك الهضره اللي قلتي صحيحه، حيت مثلا محدد المنطقه اللي كنسكن فيها بانها تكون قريبه للمغرب باش نقدر نبقى نمشي ونجي. السبب الرئيسي هو العائله. ربما كون ما كانش هذا التحديد هذا كنت تكون في بلاصه واحده اخرى. مي بالنسبه لك اذا ما كان حتى شي تحديد وحتى شي حاجه اللي كتخليك انك تسكن في المغرب، شنو البلاد اللي كتبان لك اقرب البلد المثالي اللي تبغي تعيش فيه باخذ بعين الاعتبار جميع العوامل اللي في البلدان؟ دابا جميع العوامل بالثلاث سويتشات ديال البلاد في نفس الثانيه. حيت انا كما قلت لك مثلا في السويسين هذوك اللي كيعجبوني انايا الا جينا نشوفوا اكثريه ديالهم كاينين في الياسين، كانمان ولا بورتنو ولا كذا. كيتبنى عندي وحتى في الرانكين ديال اليونيفرسيتيز، واخا نعرف كاينين بزاف الحوايج داخل داكشي، ولكن المهم زعما غادي بغي نتبع الكارير، احسن كارير ممكن نديرها انا في لا ريشيرش. وهاد القضيه خاصني بلاصه مزيانه اللي كيعطيو زعما كيهتموا بالعلم مزيان، كيخصوا ليه جزء مهم من البي بي ديال البلاد على قبلو كذا هادشي كله مهم بالنسبه لي. ولكن كاين عوامل اخرين ديال
ديال الويل بين ديالك، ديال الحياه اليوميه، ديال شحال من حاجه، ديال السيكيوريتي فاش كترجع تنعس، واش ما كتجيكش انيكزايتي ديال الفلوس ولا الماكله اللي غتجيبهم غدا. مهم. وانا يو اس اي صراحه كتجيني بلاصه صعيبه بالنسبه لي انا صراحه. آه راسماليه مثلا في قضيه الصحه انا بالنسبه لي مهمه، وج بونس كتقريت بلي المتوسط ديال المواطن الامريكي اللي كيخسر كل عام في الصحه هو 10,000 دولار، عكس مثلا فرنسا اللي واحد البلد الاشتراكي الصحه كوميم فيه نسبيا فابور داكشي. سكندناف وي. صراحه، فنلندا بالنسبه لي فنلندا. انا. وي فنلندا، ايسلندا ربما، الدنمارك. هادو- فنلندا الدنمارك سويت حقاش هادو كبار عندهم وي. يونيفرسيتيز مزيانين وداكشي. اوكي اوكي، كنظن بان وي هذه واحده من البلايص اللي الناس كيقولوا واحد الحاجه، واحد العامل ما خديتيهش بعين الاعتبار ربما هو البرد. وما عرفتش واش تقدر تصبر على داك كاين الثلج اللي كاين عندهم كاين وداك كاين الجو، حيت عامل كبير واخا كل بلاد زوين وهذا كتبقى خصك وكاين تعيش عاوتاني 6 عامل شهور اخر، ديال. دريات بلوند تماك. شنو تشوف هو؟ زعما دريات بلوند. اه هذا عامل فاكتور ايجابي ولا مهم. سلبي؟ عامل ديالي انا ايجابي اوف كورس. ايجابي واخا. سولك شي واحد قال لك شنو الراي ديالك في التعليم وفي المستوى ديال الاساتذه في العشر سنوات الاخيره في المغرب اوكي بحكم مزيان السؤال. زعما انا ماشي قريت على الاساتذه مده 10 سنين متابعه باش انا نقدر نقارن، ولا قريت عندك على الاساتذه صعيب التعميم. والتعميم كيجيني مشكل حقاش كنشوفو في لي كومونتير اكثر من القياس. اوكي نبداو مثلا المشكل، ندويو على مثال اللي حنا عايشين فيه دابا في هاد 5 سنين الاخيره، مثلا المشكل ديال التعاقد. حنا غنشوفو ريسبونسابيلتي ديالنا. عندك دوله عندها اساتذه وعارفه امتى غادي يخرجوا غوتريت، دونك عارفه هاد الاساتذه شحال النمبر ديالهم، شحال من مره، شحال غيخصهم من بعد ديال الاساتذه. جيتي واحد العام قلتي باللي مع دوك الناس ديال التخطيط ما عرفتش كانوا كيديروا، ما عندكش اساتذه، شنو غندير شنو غندير، خاصني بلاتي ندخلوا القسم. جبتي بزاف ديال الناس درتي لهم واحد الكونكور، هادشي جو بونس في 2016 سورتو. فاش ما كانوش داو لهم فورماسيون، جابوا اساتذه داو لهم كونكور، داو لهم واحد الدرس في الشفوي انه يعطي درس، اللي نجح كيدخل القسم بلا فورماسيون. كانوا كيجيبوهم في العطله كيعطيهم فورماسيون ديال السيمانه. هذا واحد راني كنقول لك فوق ثمان يعني 15,000 استاذ، امم وفي ذاك العام جو بونس كان 18,000، وهذا ماشي رقم صغير. المهم كل عام 15,000 راه بزاف. وغتجي مثلا انا بعدا ما كندخلش العقلي، ما يمكنش انا نجي نلوم هذاك الاستاذ نقول ليه انت المستوى ديالك ضعيف. اييه واخا يكون المستوى ديالو ضعيف، ولكن شكون ما فورماهش، شكون عطاه هذاك الحق ديال انه يجي ويدوز كونكور كتابي شفوي ويدخل القسم مباشره. هو راه على الاقل راه في العطله ملي قلت ليه جي تكون راه مشى دار التكوين المستمر اللي عليه. اوكي غتقول لي لا خصو يدير مثلا التكوين الذاتي كذا كذا. اوكي كاين ناس اوف كورس ما غنجمعوش كاع الناس، كاين اللي كيديروا كاين اللي ما كيديروش، ولكن انت ذاك الاستاذ باقي انت في الطريقه ديالك التقليديه. خصك تمشي خصك تكتب ديك الجداده، السطر كذا، صحح واحد الدفتر لا صححو بالطريقه المعينه. هادشي كامل اوف كورس كياخذ الوقت. وعاد باش خلي على قضيه التعيين ديال انك واحد كتصيفطو للجبل خصو من بلاصه لبلاصه، خصو واحد المده طويله طبعا، خلي على لو صالير، خليه بزاف د الحوايج. اوكي ملي كنشوف انه مثلا في العام ديال كورونا، سورتو في العام الثاني فاش كان امزازي كيقول لهم القسم فاش كانوا كيقراو الدراري نهار نهار لا، كيقول لهم الفوج اللي غيدخل في النهار الف ما يفوتش 20 دري في القسم، باش انه زعما ما تكونش ديك العدوى كثيره وداكشي. وفاش كتجي وكتشوف باللي كاين اقسام اللي كانوا فيهم 24 25 26 واحد، حيت كان الاكتضاد. هذا الاكتضاد اللي رجعنا نشوفوا غادي نلقاو انه المجلس الاعلى للحسابات كان خرج واحد التقرير ديال انه ملايير ديال السنتيمات كانت تشفرات في المخطط الاستعجالي اللي كان داو البنكيه. هذا المخطط الاستعجالي شنو كان فيه؟ زياده بناء مدارس، وزياده بناء حتى المدارس اللي صغيره كيتوسعوا. يعني هذا المشكل الاقتصاد اللي عندي انا في 2021 2022 اللي ما كتخليش الاستاذ يدير الخدمه ديالو على خاطرو، اصلها جاي من واحد الفلوس ومن واحد النصبه ومن واحد الفساد اللي قديم. اوكي نزيدو حاجه اخرى. انا فاش مثلا كاينين بزاف د الحوايج، مثلا دابا الناس اللي كتكومونتي نعطيو جوج امثله. الاستاذ مثلا عنده 20 واحد في القسم، 20 واحد، لي كونديسيون ديال القسم مزيان، لي كونديسيون ليكونوميك ديال الدراري مزيان، يعني والديهم خدامين خدمه مزيانه، يقدروا مثلا يديروا لهم لي كور. الا بغى يجبد شي حاجه من بورطابل عنده بورطابل، ماشي ما عندوش. هذا وقع كان مشكل وقع كبير في كورونا ديال القضيه ديال السمارت فون وديال الكونيكسيون مثلا فاش كانت القرايه اونلاين. والمستوى ديال هذا الاميه ديال الوالدين، يعني الناس خدامين مثلا مهندس ولا كذا راه قاري كيقدر يدير الهوم ورك مع ولده يراجع معاه الى اخره. واستاذ خو مثلا عنده 40 واحد في القسم، الحالات الاجتماعيه كارثيه، اللي والديه مطلقين وعايش مع جداه،
اللي والديه كاينين في البلاد وما كاينينش ما كايناش مدرسه تما كيصيفطوه للمدينه وكيبرك ما شداش حتى اوف كورس ما قارياش، ما عندوش فلوس باش يديروا ليه السوايع. انا كنعطيكم دابا امثله صغيره باش تفهموني. الوسط اللي كيخرج فيه خايب، ما عندوش بارك فين يلعب، ما عندوش جاده فين يلعب، القسم بالنسبه ليه هو مكان باش يلعب، سو كيكون مثلا الانتباه ديالو ناقص. عندك بزاف ديال الدراري عندهم صعوبه التعلم، وفاش كتقول مثلا با ولا مو ولدك راه عنده صعوبه التعلم ولا عنده اضطراب في التعلم ولا كذا، كيحسبك بحال كتعايرهم ما كيتقبلهاش الى اخره. الى هذا الاستاذ بالنسبه لي انا ما عرفتش واش تتفق معايا، الى حقق 70% من الجولز ديالو، 70% من الاهداف المسطره ليه انه يديرها مع التلاميذ، سلم الاخر اللي دار 100% مع داك 20% اللي بيخاف. مم. القضيه ماشي رياضيات 4 نقاط لا، راه كتختلف على حسب بزاف ديال الحوايج. ما وي. ندويش بزاف فهم تصور. لا خذ راحتك، هذا الشيء هذا زعما ديجا كنشرحوا لهم، خصوصا ملي كنهضروا على حاجه التمييز الايجابي اللي كيبقاو عليه غير كتخرباق هذا اللعيبات. وكنقول لك كنعطيهم هذا المثال هذا ديال ماشي كلشي مشى من نفس المنطلق، وماشي كلشي جاب هذوك النقاط في نفس الظروف، فالنقطه كتختلف القيمه ديالها من شخص لشخص على حسب كيفاش استجابها. اوكي، ربما اخر سؤال باش نخليوكش عطلناك معانا. يعني هضرتي على البحث العلمي وعلى اللعيبات، ما سولتكش صراحه قبل زعما شنو المجال اللي باغي دير في البحث العلمي، شنو النوع ديال الابحاث اللي كتانتريسيك بزاف، او اذا كان داخل فيها الموضوع ديال الاي كيو مزيان، الا ما كانش داخل فيها الموضوع ديال الاي كيو قول لي الراي ديالك على الموضوع ديال الاي كيو، حيت قلت اخر سؤال وانا عندي 2 اسئله اوكي وكندخلوا معاه. اوكي لا صراحه الاي كيو ما داخلش. ولكن الراي ديالي انه حيت عاوتاني شفت واحد الموفمون اللي كيقلل نهائيا ولا كيبغي يعدم الاهميه ديال الاي كيو زعما عند واحد الاهميه ديال السيد بالنسبه للناس. معروف نيكولا نسيم طالب شويه قبيح في تويتر، هو اللي كاتب انتي فراجيل، كتاب انتي فراجيل وكتاب بلاك سوان. كان لاح واحد الارتيكل قداش مازال ما قريته كامل ديال اي كيو از توتال بولشيت، ما كيصلح له والو. so I was very interested نشوف زعما شنو تيقول عليه، ولكن بصح كيبقى شويه هو الفكره صعيب انها تتقبل. يعني عندك رقم نوعا ما كيقد، حيت بالنسبه لينا في المجتمع دماغك هو القيمه ديالك بالنسبه بزاف ديال الناس. رقم تيقدر شنو القيمه ديالك في المجتمع، شويه صعيبه. ومن جهه اخرى ملي كنتفهم هادشي انه مثلا ملي كنشوف الفكره ديال هاورد غاردنر من نظريه الذكاء المتعدد، لانه كيقول لك كاين واحد ايموشنال انتليجنس، سوشيال مثلا انتليجنس، فيجوال انتليجنس الى اخره. كاين عليها بزاف ديال الكريتيكس، كاين عليها بزاف والناس بحال قلتي الناس كانوا حيت الفكره زوينه كتخدم اي واحد، ماشي اي واحد، كتخدم بزاف الناس ولا كتعجبهم الى اخره، حيت هي فكره جدا الصراحه. وزعما فاش كنت كنقلب وكنشوف كنبغي، حيت هي الفكره الاساسيه انه كيقول لك مثلا ما كاينش سترونغ كوريليشن ما بين هاد الذكاءات، بينما كاينه فكره اخرى ديال اش كيتسمى الجي اي، الجنرال انتليجنس. المهم جي فاكتور. يعني كاين الواحد اللي جاب مزيان في اللغه، كان واعر في اللغه، يقدر يجيب مزيان حتى في مواد اخرين، ماشي بالضروره حيت واعر في اللغه ما يكونش واعر في بزاف د الحوايج. وهادشي علاش مثلا انا دابا مثلا عندي مع الضحك، عندي مع الماط وعندي مع الضحك، نهار كامل والشاط كي هذا، وهذا كوريليشن مع القدرات ديالي في الرياضيات. انا مع هذه الفكره هذه الثانيه اكثر، ماشي مع الفكره الاولى. و اوف كورس العوامل اللي كتبان لي انا مهمه في مساله الذكاء هي البروبلم سولفين، السبيد ديال البروبلم سولفين والكرياتيفيتي ديالك بالنسبه لي انا. وي صراحه زعما هذيك القضيه ديال جنرال انتليجنس وهذا ديال مالتيبل انتليجنس ايموشنال انتليجنس، عارف بانه زعما تنتقدات بزاف وبزاف ديال الناس يقولوا تخربيق، ولكن ملي كنجي نشوف كاين واحد الاوفر ريتشين فاكتورز. مثلا الا خدينا المواد العلميه عموما ماشي ولا بد، ولكن اذا كان شي واحد واعد في الماط غادي يكون واعد، اذا حطيتيه قريتي الفيزيك غادي يكون واعد. قريت انا عاقل في العام ديالي في المدرسه، نفس الشخص اللي جا الاول في الماط جا هو الاول في الفيزيك من بعد البايبا، دا ماستر الماط ماستر الفيزيك في نفس الوقت في نفس العام، وجا فيهم هو الاول بجوج. دونك كاين الناس اللي هكا. ومثلا عاوتاني في السبورت it's kind of proven بانه شي واحد الا كان عنده هذاك الذكاء الرياضي مثلا ديال انه واعد
في كوره غالبا غادي يقد يكون واعر حتى في شي سبور بحال الباسكيت ولا هذا، ربما ما يوصلش لذاك النيفو، ربما ميسي كون دال البيسبول ما كانش غادي يكون هو ميسي البيسبول، ولكن كان غادي يكون في التوب نيفو. مثال اللي معروف هو مثلا مايكل جوردن في لا كارير ديالو، واحد العام حبس، طلع ليه الباسكيت في راسو، قال لهم انا بغيت ندير البيسبول. في الظرف ديال عام طلع النيفو ديالو في البيسبول لدرجه انه غادي يولي تيلعب مع فرقه بروفيسيونيل، الوغ كو السيد هو بروفيسيونيل في الباسكيت على باز، فهمتي؟ حتى واحد ما فهم شي حاجه، ومن بعد جاو عنده صحابو ردوه رجع تيلعب الباسكيت. ولكن غالبا جوردن كون كمل في البيسبول كان غادي يولي بروفيسيونيل في البيسبول. فكاين هذا النوع من اون فادير واحد النوع من الذكاء اللي متعلق حتى بدي كاباسيتي فيزيك في الرياضه، وكنظن بانه حتى ايموسيونيلمون معناتها الناس اللي كتكون عندهم كاريزما في الهضره، بغض النظر على الموضوع اللي غيهضر فيه كتكون عنده هذيك الكاريزما. ما عرفت، كتجيني بانه هذا النوع من الحدود اللي تيكون في في القضيه ديال اخذ الاي كيو كمؤشر على المستقبل ديالك وهذا. اوكي فهمتك. سينون الحاجه الثانيه سولتيني عليها هي زعما الانترست ديالي. وي هي صراحه بحال اش نقول لك، بحال صعيب، حيت كل مده كتعجبك شي حاجه جديده. مثلا جو بونس ما كاينش شي انسان اللي ما غيبغيش مثلا لا ريشيرش ديالو تكون على الكونشسنس، السيكريتس ديالو ولا نو الروتس ديالو مش شحال هادي ولا كذا، الفريدوم اوف تشويس ولا شي حاجه بحال هكا. ولكن بحال مثلا الفريدوم اوف تشويس التوبيك اللي اسهل شويه انك تدرسو اكثر من الكونشسنس، حيت الكونشسنس واحد الحاجه كبيره بزاف اصلا، تبقى تقسمها cognitive functions هذه كذا الانتليجنس كاع داكشي داخل مع بعضياته. بصراحه صعيبه. ولكن عموما مثلا بجوج حوايج مش كنقول لك، بحال التجربه اللي كان دار بروبلوم الاخلاق عند الدراري الصغار. نو واش الدري كيبغي مثلا يقسم داكشي اللي عنده مع من غيبغي يقسم داكشي اللي عنده، مثلا غتعطيه جوج مونيكات وتقول ليه هذه معك في الجروب ديالك، ما غير انه واش خايبه زوينه، تقول هذه معك في الجروب ديالك عندها نفس الناسيوناليتي مغربيه حتى هي تتطبق، واحد المونيكا اخرى لا، يعني كتخرجوا من داك الجروب ديالو، شوف التصرف ديالو واش غادي يعطي لهذاك اكثر ولا. المهم بحال هاد اللعيبات هادو كيعجبوني، والبيهيفير اون جينيرال اي نوع. واش الدري كيتزاد عنده احساس بالهويه الجندريه ديالو ولا لا؟ هذه واحده من الاسئله اللي بدا نوضه بزاف ديال الصداع دابا. الناس بحال جوردان بيترسون تيذكروا هذاك البحث ديال الدائم ملي كيتزادوا، يلاه مش تزاد يكون عنده عامين 3 عامين شي حاجه بحال هكا، كتحط ليه لعبه، الولد كتحط ليه لعبه كاميو، الاختيار ما بين كاميو ومونيكا، الولد كيمشي للكاميو، البنت كتمشي لمونيكا، شي حاجه بحال هكا. كاين ناس يقول لهم لا، حتى في هذاك العمر كاين واحد التاثير خارجي ديال المجتمع اللي تيخلي بان الولد كيفكر بان الدور ديالو في الكاميو. مي راك عارف مع داك الموفمون ديال ترانسيكسواليزم وهذا، كاين واحد كايند اوف تفرقه ما بين biological sex و gender اللي هو psychological concept ديال كيفاش واش انا كنحس براسي راجل الا كانوا عندي المقومات ديال راجل، واش هذا ما عرفتش انا زعما جي اوكين ايدي. مي كيبان لي بانه كنشوف في تويتر ساعات يطلع لي شي واحد سايكولوجيست تيهضر تيقول لا كاين تفرقه بصح ماشي ولا بد يكون تطابق، في اغلب الحالات كيكون تطابق ما بين جوج حوايج ولكن يقدروا يكونوا مختلفين وكذا وكذا. المهم عموما شكرا بزاف. ما عادش عندك شي كلمه اخيره تقولها لينا و 300 واحد اللي كيتفرجوا معنا؟ 300 مزيان اللي قلت شي في الاول كنت تريسيت. شكرا عزيزي على الانفيتاسيون، شكرا الدراري. ام سوري فور داك التخرج اللي كان في الاول دوك اللعيبات، ما يتوكاي في الاخر كلشي دونت بي سوري اتس اوت اوف يور كنترول. شنو قلنا؟ بي سوري اباوت ثينكس يو كان كنترول. والتوبيكس اللي دوينا فيهم صراحه زوينين انت اللي ما عرفش شنو ديالي يدخل انا نعاود نحطها. بغينا نخشني في شي حاجه يصيفط لي ميساج في الانستغرام مرحبا.